العوض في راجل حنين. قال لك شنو الله هنا احكي لكم قصه بتاعت واحده حلوه جدا جدا. انا بريده مرا قريب 60 يعني، او ممكن تكون 70، والله ممكن تكون 70. الزولة دي راجلها توفى. لا قبل ما يتوفى احكي لكم القصه من البدايه. الزولة دي هنا الناس كثير حتكون عارفه قصتها، لان لما حكيتها لي انا يعني اتس لايك عملت لها كده وكنت بفرحتها. يعني القصه كانت حلوه شديد، بتديك هوب في الدنيا، بتديك احساس بان الدنيا دي ممكن تبقى حلوه يعني. الزولة دي كان بتحب لها زول زمان 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 شديد. الحب بيكون جوابات كتير، او ممكن يكون بس انه بيرسل اخته. يعني الناس دي الحب اللي بيرسل اخته مثلا يقول لها قولي لي في طينه بتناس جاد السيد مثلا انا والله بريدك. فهمتني؟ تقوم تجي في طينه تقول هنا، وتقوم تشيل من الحبيبه تقول لها والله قالت لك كده. فهمتوني؟ قاموا عرسوا لها. طيب عرسوا لها واحد، يلا الزول ده ما كان صاير سوينا استغرى كده انت. فالزول ده شكله ما كان جاهز، حصلت ظروف، اللهم ما قدر يعرسها اللي بيحب هذا. قام اهل عرسوها لزول تاني. طيب الزول التاني ده عرسها وعاش معاها، وهي مش نسيت الزول يعني، خلاص يعني طلع لها من راسنا زمان ده انتوا عارفينهم يعني، خلاص عرسوها يعني. عندهم لولايتي خرافيه يعني، عندهم وفاء كده جميل يعني ما شاء الله عليهم. فعاشت مع راجلها ده، ولدت منه ما شاء الله من البنات والاولاد ما شاء الله تبارك الله. وبناتها ولدوا، عرسوا وولدوا. طيب يعني حرفيا هي عاشت مع الزول ده بتاع كام 50 سنه. قام مات. طيب الراجل ده مات، الراجل ابو اولاده ده مات. انقروا الحصى شنو؟ حبيب الزمان هي تقريبا عمرها لما حبيب الزمان جا راجع عمرها بكون بتاع 68 67 68. عرسها وجابها لندن وما عرس غيرها ابدا. قعد راجيها الكام 50 سنه. وقسما برب العزه والناس اللي بيحضروني عارفين القصه دي حقيقيه وحكتها لي بيها خشمه. ما عرس اي وحده، قاعد انتظر الكام 50 سنه. وزوجها لما توفى قالت لي باللفظ، وانا لما اقول الكلام ده حتعرفوني قاصده منه. قالت لي سنيناتي وقعوا. لما بتحكي لنا قالت لي سنيناتي وقعوا، سنيناتي وقعوا. قال لها شفتي سنيناتك يقعوا، شعيراتك يقعوا، يجيبوك الي في قفه، يجيبوك الي في قفه بريطانيا. وقسما بالله الزوله دي قعدت وتزوجت وعاشت معه احلى عيشه، وحست وفاه وربنا الله يرحمه ويسامحه والله قبل زي سنتين حاجه زي كده. مات ايام الكورونا. وقسما بالله العظيم قصه حقيقيه، والناس اللي في بريطانيا عارفين القصه دي. فهمتوا؟ عوض ربنا ممكن يكون حلو كيف؟ ما مش راجلها كان صعب ولا عمل، لا راجلها توفى يعني، قام ربنا عوضها يعني، عوضها بحبيبه بتاع زمان. فهمتوني؟ هي ما خدتها في راسها، قالت انا نسيته اصلا، نسيت الموضوع ده اصلا، ما خلاص عاشت وولدت. قلت لكم عندها احفاد. الزوله دي حاسه جوازه بريطاني، رايكم شنو؟ فلا عوض يمكن على صبرها في السنين، يمكن صبرت على ظروف صعبه، يمكن ما كانت عايشه عيشه هنيئه. زوله كانت قاعده في السودان مثلا ممكن يكون ظروفها ما، الزوله دي حاسه في لندن بقروشها وبوضعها وبحالها يعني، انتوا متخيلين؟ فانتوا فاهمين ان الدنيا دي ممكن تمشي كيف؟ ربنا انت ما بتعرف ربنا خدت لك شنو، ما بتعرف ربنا قاسم لك شنو. يعني انا ما بعرف يعني، دايما بخط انه ربنا خدت لي الاجمل. دايراكم تكونوا بالتفاؤل ده. فهمتوني؟ نحزن ونزعل واي حاجه، والانسان ده سموه انسان ذاته عشان بينسى انسوا يعني يتناسوا. والله في وجعات ما بتتنسي. anyway اتعاملوا مع الدنيا دي انه ربنا يعني حيخط لكم حياه حلوه شديد، حلوه شديد. قلت لكم لما اخوان سيدنا يوسف لما جدعوه في البير عمرهم ما كان حيتخيلوا انهم حيضطروا يمشوا ويلقوا عزيز مصر ويمشوا عشان يشيلوا منه من المحاصيل عشان ياكلوا اهله. ما تخيلوا انه هم بعد ما رموه في البير حيكون هو عزيز مصر.